ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش بقى اللايك الجميل كده منكم، ولو اول مره تنورني يا ست الكل ما تنسيش تشتركي في القناه علشان يوصلك كل جديد. طبعا بقى النهارده كده عاملين روتين كده جميل، وعايزاكم تبقوا معايا كده واكتبوا لي كومنتات كده جميله وتشجعوني كده. بس بدأت هنا وريتكم زي ما عامله انا فول بالطماطم. عايزه اقول لكم تحفه 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 تحفه. لو بتعملوا بنفس طريقتي اكتبوا لي في الكومنتات ان انتوا بتعملوا بنفس الطريقه. وطبعا عملت جنبي كده شرايح طماطم على خيار، بحط عليها شويه ملح وكمون بس. الاول كنت بحب عليها خل بس بتعب جنبي وكده، فلا، وعشان الاطفال وكده. فانا حبيت ملح وكمون، لقيته احلى كمان. بس قمت بقى رحت قلت طب ما انا اصور، بدل ما انا قاعده كده ومش ما بعملش روتين ولا حاجه، لا انا اقوم اصور معاكم وانا بعمل الفول بالطماطم، وانا بعمل عندي شويه المواعين. قمت خلاص معاكم. عايزه بس تشجيع كده بالله عليكم، كده تشجيع، اللايكات الكومنتات. يا ريت تشيروا الفيديو ان شاء الله يعني. بس رحت بقى قمت بقى عملت المواعين الاول اللي عندي. وبعد ما خلصت عندي المواعين مسكت البوتاجاز برضو كان عندي مش نضيف، مسكته عملته. وبعد ما عملتهم رحت عامله الفول. لقيت نفسي عايزه اعمل حاجه تاني، رحت قايمه ايه بقى عامله ايه. عارفين اللي هي اللمبه اللي هي بتاعت اللمبه اللي بتبقى في الصاله عندي. مسكتها وقمت لمعتها، ولمعت البتاع بتاعتها. ماشي، ولمعت كده اللي هي ايه، مش عارفه بيسموها ايه، المهم اللي هي بتاعت الكوبس. ورحت ماسكاها وملمعاها ومنفضاها. هتقولي طب ما صورتيش ليه يا دودي؟ عايزه اقول لكم الموبايل فصل. كنت بجد عايزه اصور معاكم، بس ان شاء الله في مره تانية باذن الله. اما اعمل اي حاجه تاني ابقى اعمل حساب ان انا ايه شحنه الموبايل يعني مده كبيره. اللي وصل لحد هنا ما تنسوش اللايك وكومنت كده جميل. ولو ما اشتركتيش يا ست الكل، يلا بسرعه انزلي اشتركي وفعلي الكل عشان يوصلك كل جديد. بس قمت بقى لمعت اللمبات اللي عندي زي ما قلت لكم، ومسكت المروحه. لقيتها مطربه كده ومش عاجباني. قلت برضو كالحق اول باول كده، هي كده كده انا منضفاها عشان الشتا. اي نعم الجو بقى حلو، بس اللي هو ما ينفعش ان انا افتح فيه مروحه، فاهمين؟ بس فروحت ماسكه المراوح برضو رحت ملمعاها. ومسكت اللمبه دي لمعتها، كل لمبه الاوضه لمعتها. وكل اللي انا عندي عايزه المعه مسكته لمعته. ان انا عندي الشقه ايه نضيفه اهو يعني مش محتاجه. بس آم، رحت مسحه بقى ورحت زقه برضو لقيت ايه، نمل. مش قادره اوصف لكم النمل ده، كميه رهيبه والله العظيم، مش قادره اوصف لكم. جاي من ناحيه يا ريتني كنت صورتها اللقطه دي. المهم كان في نمل جاي من ورا الغساله طالع لحد الحوض. ونمل بقى مش قادره اوصف لكم بقى، مش نمل يعني نمله اتنين تلاته، لا طوابير نمل. والله العظيم طوابير نمل بطريقه لدرجه انا بقيت اخاف. ماشي. مسكت بقى دخاخه عندي كانت بتاعه كحول، مسكتها وقمت رشيت. الاول حطيت فيها فينيك وكترت فيها الفينيك والباقي كله ميه، بس ريحه الفينيك مركزه، فاهمين؟ رحت زقه الغساله ورشيت ورا الغساله جامد كتير أوي 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 أوي. لقيت النمل بيموت، لقيته يعني حسيته يعني جاب مفعول. رحت رشه ورشه لحد ناحيه الحوض، لكن ارش بقى لناحيه الحوض لفوق السمك هيموت. ان الاسماك من النوع اللي هي ايه، بتشم البرفانات السجاير الريحه زي الفينيك واديتوله الكلام ده بيموت. الناس اللي بتربي سمك عارفه الكلام دوت. بس فانا قلت ايه خلاص ماشي، شميت بقى ريحه الفينيك. فانا مش عارفه اقعد، رحت ماسكه الغساله ما انا زقتها بالمره. قلت بالمره، رحت ماسكه ورحت جايبه ميه وفينيك دلقت الاول كرول عشان الفينيك ما يتفاعلش مع الكرول. دلقت في الاركان
فينيك كده بس مطرح الفتحات بتاعة النمل، ماشي. وبعد ما عملتها رُحت بقى جايبة مَيّة وكرول، ورُحت ماسحة الأرضية وإيه وزقّتها، وسِبت الفتحات اللي كانت مفتوحة دلقة فيها الفينيك سِبتها زي ما هي يعني بعد ما مسحت رُحت دالقة تاني، عشان يفطّسهم خالص ما حدش ييجي لي تاني. اللي وصل معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك وكومنت كده جميل منكم. يعني حتى هاقول لكم النمل وصل لحد فين، لحد لمّا باجي أنشر النمل جاي من عند جيراني فوقيّا، أنتم متخيلين؟ بانده على جارتي عشان عندها حمام وباقول لها، راحت قالت لي: "ده أنا عايزة أقول لِك عندي النمل بطريقة رهيبة." أنا أعرف النمل ممكن يموت كمان الحمامة عندها، إن الحمامة عندها في البلكونة يعني هيموتوا، أنا أعرف النمل بيموتوا وهو كمان في البلكونة، والنمل بطريقة رهيبة، والله العظيم زي ما باحكي لكم، أنا بانشر ولقيت زي مطرة، أنا باحسب يعني المطرة بتندع، لقيتها مش بتندع، لقيتها بتندع عليَّ نملة أنا وكنت لابسة بنُص كُم، وأنا بانشر لقيت نملة على إيدي، اتهريت على فكرة اتقرصت قرص، وكمان النمل اللي هو بيطير، في نمل كده بيطير، ما حدش يقول لي يا دودي هو في نمل بيطير، والله العظيم في نمل بيطير، ليه أجنحة. المهم بس أقول لكم اللي إحنا كنا بنعمل هنا، كنا مسكت العيون بتاعة البوتاجاز قُلت أصبّنها الأول، بابتدي بالشبكة الأول، وبعد كده بالعيون، وبعد كده باصبّن البوتاجاز. المهم فجيت بانشر ولقيت النمل زي ما باقول لكم كده، والله العظيم لقيت نمل كمية رهيبة، وكنت لسه بانشر لبس الأولاد بتاعة المدرسة. أنتم متخيلين تيجوا تنشروا، يعني أنا هاتجنن، كان قبليها عمّالة أقول إيه ده! هي الملاية مليانة نمل إزاي؟ النمل جه إزاي عليها؟ وكمان كان في شمس، فكنت هاتجنن. فالمهم إيه، أنا نفّضت النمل جامد، ورُحت مطبّقة الملاية، ورُحت إيه، شايلاها. جيت بقى لمّا جيت بانشر فهمت بقى، لسه لابسة ناشرة اللبس للأولاد، ولقيتهم يعني لقيت في شوية نمل كده، طَب إزاي؟ طَب أنا لسه جايباهم من الغسالة، طَب لو من غسالتي طَب ما هي لسه مطلعاهم مبلولين، يبقى ما يعني حتى هيكونوا النمل ميت. المهم طلع النمل واخد من أول بلكونة اللي فوقيّا واللي فوقيها، واخد ده كله نمل، وبيتنطر عليّا أنا. أنا مش عارفة يعني أعمل إيه في النمل، أنا يعني باقول لجارتي بتقول لي: "أنا هابقى أرُش." طيب وبعدين؟ أنتم قولوا لي أعمل إيه؟ يعني حتى النمل اللي عندي في شقتي دوّة أرُش له مهما أرُش مش نافع معاه. فلو حد يعرف حاجة للنمل قولوا لي بالله عليكم، لإن في كل رُكن عندي أرُش، في كل طريق هو بيمشي منه أنا بارُش، أنا مش عارفة أعمل إيه. اللي يعرف حاجة للنمل بالله عليكم قولوا لي. هو الفينيك جاب معايا نتيجة، بس لقيته الصبح كده في كام نملاية تانية لقيتها بتمشي من ورا الغسالة، فاللي يعرف طريقة بالله عليكم، بالله عليكم حد يقول لي، أو حاجة تكون يعني أشد من الفينيك. اللي وصل بقى معايا لحد هنا ما ينساش اللايك وكومنت كده جميل، ويا ريت تشيروا الفيديو، يا ريت يا ريت يعني بعد إذنكم، انتوا اخواتي وحبايبي وماليش غيركم. انتوا اللي بتدعموني، انتوا اللي بتقفوا في ظهري، ربنا يديمكم نعمة يا رب في حياتي. هنا كنت خلصت المواعين، انا اصلا ما كانش عندي مواعين كتيره، كانت شويه قليلين. بس ومسكت انا بسيب الحوض بعد ما بخلص البوتاجاز ان هو هيدهول تاني، بس مسكت بقى خلصت دنيتي كده وظبطت الدنيا ونضفتها وارتحت نفسيا كده. بس كده بقى هشطف في الحوض ونروح بقى نعمل الفول. شوفي التركات بتاعه الفول اللي بعملها، حد بيعملها زيي ولا في طريقه تانية؟ اصل في ناس بتعملها بتوم وفي ناس بتعملها ببصل، انا مره عملتها ببصل ومره دي عملتها بتوم. التوم حلو مش وحش، بس بيتعب المعدة، فاهمين؟ كفاية الفول بيتعب لوحده. بس فنشوف بقى نقطع ونعمل كده مع بعضينا، ونشوف التركات اللي انتوا بتعملوها زيي ولا لا. انا الاول جبت بلانشا وجبت كام قرن فلفل كده، وقلت اقطعهم، بصوا بقطعها مربعات صغيره، في ناس بتقطعها شرايح، لا انا حابه لي ايه، عشان اولادي يعرفوا ياكلوا الفلفل، عشان ايه ما بيحبوش الحاجات دي. فانا بحاول ان هي ايه تبقى في وسط الاكل كده تاكل، والله العظيم عارفه بس ما بقول لكم كده، وفي الاخر الاقيهم بياخدوا الميه، بس الميه بتاعه الفول،
يعني ولا بينقوا الطماطم ولا بياخدوا الطماطم ولا الفول ولا الفلفل. بس آه بس رحت مقطعه هنا الفلفل. بصوا حتى كنت مقطعه في الطبق. بس كنت خايفه الفلفل يطلع نار، لان انا من نوع شخصيتي، انا ما بحبش الشطه. بكره حاجه اسمها شطه، مش بحبها نهائيا. ممكن لو هي ايه ليه سنه بسيطه كده تلسع بس كده، لكن شطه توحوح والكلام ده لا خالص نهائي. مريم ومينا بيقعدوا يضحكوا عليا لو مثلا باكل في وسط الاكل كده فيه مخلل. آم، لو الفول مثلا جه من عند الراجل فيه شويه شطه، اقعد اكل في لقمه حاف. مش قادره، يقعدوا يضحكوا عليا، يقعدوا يضحكوا. بعتذر. بيقعدوا يضحكوا عليا بطريقه فطسانين بجد، مش بيضحكوا كده عادي. ان انت ازاي يا ماما مش قادره تستحملي واحنا اطفال قادرين نستحمل، فاهمين؟ بس فلا انا من النوع اللي ما بحبش الشطه نهائيا نهائيا نهائيا. بصوا بقى بقطع كانت طماطم، انا بقى قطعتها كده لما بنيجي ناكل نفس الطريقه دي، بس بقطعها يعني رفيعا كده. والخيار نفس الحكايه، واقوم دلع على شويه ملح وكمون. يا خرابي على الطريقه دي، عايزه اقول لكم بعشقها 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 قوي. يا سلام بقى لو انتي محمره شويه بطاطس، وتقومي جايبه الطماطم، بس طماطم كده بشويه ملح وكمون. بعملها احنا بقى عندنا في الصيام، او لو عندي بطاطس وحتى مش صايمين وعاملاها في فطار، احب الطريقه دي. بس اكتر اكله احبها في الصيام البطاطس وعليها الطماطم بالملح والكمون. يا خرابي على طريقتها، طعمها تحفه. بقول لكم طريقتها طعمها تحفه. بس فهنا بقى قطعت الطماطم مربعات والفلفل مربعات. آم، وقلت بقى ادق التوم ودقيته، وقشرت التوم ودقيته وخليته ناعم جدا جدا جدا. مش دقيتين تلاتة، لا، خليها بصي مهروسة جامد. اول التوم ده خليه مفروم ناعم جدا. الناس اللي يعني بتخزن التوم ديت، قولولي كده التوم بيبقى حلو ولا لا في التخزين؟ ان انا جربته قبل كده يعني ما كانش عاجبني. قولي طريقة اخزنه يبقى حلو، يعني ما يغيرش في الطعم. هنا بقى كنت عاملة التوم، كنت حاطة سمنة. آم، وقلت بقى احمره. بعد ما بحمر التوم، بصي اللي هو ايه اللي ريحته تطلع كده، فاهمين؟ عشان انا لسه ايه هدلق الفلفل ولسه هحمره. و... فلو سبت اسمه ايه التوم، حمرته اللي هو التحميرة اللي هي كاملة الذهبي، اما اجي احط الفلفل احمره شوية، اصل انا لسه عايزة احمر الفلفل. لو اتحمر شوية التوم هتتحرق، فانا مش عايزة كده. بس فقلت احمر بقى ايه اللي هو ايه، اول ما ريحة التوم تطلع اقوم دلقة الفلفل. بس بتقعدي بقى تقلبيه كده شوية لحد بس ما يدبل حاجة بسيطة كده سنة. بصوا هنا، هو ده بقى اللي كنت بتكلم عليه. بصوا بقى التومة بدأت تحمر ازاي، بقت بني من الجناب. بس اول ما لقيتها في اتغيرت لونها رحت دلقة الطماطم. بس سيبي بقى الطماطم اقعدي قلبي فيها، وحطي التوابل بتاعتك، ملح وفلفل اسود وكمون. لازم لازم الكمون طبعا للفول، وسبع بهارات وكزبرة. ايه تاني بس. وتقعدي بقى وشوية ملح وتقلبي. اقعدي بقى قلبي. وتقومي مغطياه ووطي عليه النار شوية. ليه بقى؟ عايزة الطماطم تدبل، ما تحطيش الفول دلوقتي خالص، لا، الطماطم تدبل. واول ما تدبل بصي بقولكوا ايه، خليها تدبل. بصي اول ما تدبل كده تقومي حاطين الفول. الطريقة دي اصلا لوحدها تحفة. الطريقة دي بعملها وبجيب ليا الفول الصويا مجروش، بنقعه وبصفيه جامد قوي. وهنا التوابل اللي انا قلتلكوا عليها، ملح وفلفل اسود وسبع بهارات وكمون وكزبره. المهم بعمل الطريقه دي، وبجيب الفول الصويا، وزي ما قلت مش بحطها على الطريقه دي، بقت شاورما. والله العظيم شاورما بقى، عايزه تاكلها في ايام عاديه في الصيام، عايزه اقول لكم تحفه. والله العظيم بتبقى خطيره جدا. بس طبعا هنا بقى كنت جايبه 3 اكياس فول، حتى سمينة كده. هنا كنت بصور بايدي فمش عارفه انزل الفول بالمعلقه. رحت طافيه ساعتها الفيديو، رحت منزله بقيه الفول. بس قلبي بقى وكلي احلى واجمل فول بالطماطم.
بس نصيحة من اختي، الفول اللي هو بالثوم على فكرة احلى من اللي هو بالبصل. جربوه مش هتندموا. متنسوش بقى اللايك وكومنت كده جميل زيكم، واللي ما اشتركش يلا ينزل بسرعة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. بحبكم يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.